النهارده أقول لك على مهارة ممكن تبني بيها دخل ثابت من الإنترنت وأنت مش محتاج تكون مبرمج ولا صاحب شركة ولا حتى معاك خبرة كبيرة، والمهارة دي هي التسويق بالعمولة، وصدقني لو فهمتها صح وطبقتها ممكن تغير حياتك. خلينا الأول نشرحها ببساطة. أنت في التسويق بالعمولة بتشتغل وسيط ذكي بين الشركة والعميل، أنت حتى كمان مش بتصنع المنتج ولا بتخزنه ولا حتى بتشحنه، أنت بس بتوصل المنتج للشخص الصح والشركة بتعمل كل حاجة، وفي النهاية أنت بتاخد عمولتك على كل عملية بيع بتحصل. الفكرة هنا شبه المسمار في الحياة الواقعية، لكن الفرق انك هنا بتشتغل اونلاين وتقدر توصل لعملاء في اي مكان في العالم. يعني مثلا مثال بسيط، لو في شركه بتبيع سماعات راس وسعرها $100، والشركه دي عطتك رابط تسوق بيه وانت قدرت تبيعها من خلال الرابط بتاعك، والشركه بتديك عموله 20%. يعني بحسبه بسيطه كده كل سماعه بتبيعها بتاخد $20. يعني لو بعت 5 سماعات في اليوم ده $100 في يوم واحد. اول حاجه لازم تعملها ان انت تختار مجال عليه طلب، والمجال ده لازم يكون فيه طلب كبير زائد جمهور بيشتري باستمرار. يعني مثلا عندك منتجات الملابس، او عندك المنتجات الخاصه بالصحه واللياقه، او عندك المنتجات الخاصه بالتكنولوجيا والالكترونيات، او عندك الكورسات، او عندك السفر، او عندك ادوات المطبخ. كل مجال من دول فيه مئات المنتجات تقدر تسوق ليها، ولكن نصيحه، اختار مجال انت مهتم بيه او عندك خلفيه عنه، لانك هتقدر تتكلم عنه بثقه وتعمل محتوى افضل ليه. وبعد ما تحدد المجال المناسب ليك، سجل في برامج التسويق بالعموله واشهر المنصات دي، وعندك اشهر المنصات العالميه زي امازون وكليك بانك والسي جي افيليت. وعندك هنا في مصر منصات كتير زي انجزني، وعندك تاجر، وعندك ويكي، وعندك جامايكا، وعندك فيندور. وعندك منصة انجزني هتلاقيني عامل لك شرح فيها، روح شوفه، عامل لك شرح ليها بالتفصيل. ولكن دلوقتي انت محتاج مكان تعرض فيه المنتجات بتاعتك. في البداية تقدر تعمل متجر الكتروني مجانا، وانا عملت لك شرح بخصوص الموضوع ده، روح شوف الفيديو، وده بيعلمك ازاي تعمل متجر الكتروني مجانا مدى الحياة. وكمان عملت لك فيديو تاني ازاي تفعل المتجر ده. كمان ممكن يكون عندك قناة يوتيوب تقدر تعرض عليها المنتجات بتاعتك، وبرضه حساب انستجرام او تيك توك تقدر تعرض عليه المنتجات، او انك مثلا تعمل جروب على الفيسبوك وتبدا تعرض المنتجات اللي انت بتسوق لها. ولكن الفكرة ان انت تبدا تنزل على كل المنصات عشان تبدا تعمل جمهور وتبدا الناس تشتري منك. عندك مثال عملي، لو مجالك خاص بالصحة واللياقة ممكن تعمل فيديوهات عن تمارين منزلية، او حتى تعمل انظمة غذائية، او اثناء الشرح تحط رابط المنتج بتاعك، زي مثلا رابط لساعة ذكية او مكمل غذائي، وحط الرابط بتاعه في البايو. ولكن السر في التسويق بالعمولة انك مش بس تعرض المنتج، ولكن انك تشرح ليه المنتج ده يحل مشكله للشخص. يعني انت هنا بتبيع الحل مش المنتج. يعني مثلا لو المنتج سماعه، مش هتقول سماعه صوتها عالي، ولكن هتقول تقدر تعيش تجربه صوت سينمائيه وانت قاعد في بيتك. ويبقى السؤال الاهم، الارباح هتيجي ازاي؟ كل ما حد يطلب منك اوردر ويتسلم، المنصه او الشركه اللي انت بتشتغل فيها بتحسب البيع وبتضيف عمولتك في حسابك. بعض المنصات العالميه بتحول ارباحها اسبوعيا او شهريا، والمنصات اللي شرحتها لك في مصر تقدر تسحب ارباحك كل يوم عادي. لو عايز تنجح في التسويق بالعموله يبقى ركز على الشويه دول. اول حاجه، ابدا بمجال عليه طلب، مش لازم تخترع العجله. تاني حاجه، اعمل محتوى بانتظام، فيديو او بوست كل يوم او يومين. تالت حاجه، اتعلم اساسيات كتابه الاعلانات، يعني اتعلم الكلمات اللي تقنع الناس تشتري. رابع حاجه، استغل الترندات، لو في منتج عليه ضجه انزل بفيديو عنه بسرعه. خامس حاجه، ابني ثقه مع الجمهور بتاعك ورشح منتجات مجربه وموثوقه. شويه ادوات هتسهل عليك الدنيا لو عايز تبدا. اول حاجه، لو عايز تكتب افكار ونصوص استخدم شات جي بي تي. تاني حاجه، استخدم كانفا لو عايز تعمل شويه صور وفيديوهات. تالت حاجه، استخدم جوجل ترندز عشان تعرف المواضيع اللي عليها بحث. خليني اقول لك ان التسويق بالعموله مش مشروع يخليك تغتني في يوم وليله، ولكنه باب مصدر لدخل حقيقي تقدر تطوره على مدار الوقت. ابدا صغير ومع الوقت هتلاقي ارباحك بتزيد. ولو كنت بتدور على طريقه تكسب بيها من الانترنت، دي فرصتك. ابدأ النهارده، جرب وتعلم، لأن كل يوم بتأجله في حد تاني بياخد مكانك. وافتكر إن النجاح مش محتاج عبقرية، النجاح محتاج بداية. بس كده، أهم حاجة لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصل لك كل جديد، وما تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتت وتستنى الفيديوهات الجاية. أشوفك الفيديو الجاي بأفكار جديدة. سلام.